طيب عايزين بقى دلوقتي نحط اللوجو بتاعنا وصورنا وكل حاجة تبان باسمنا وحاجتنا إحنا، هنعمل إيه؟ ممكن مثلًا أضبّط شكل الPDF بتاعي في حالة إن هو عايز ينزّله مثلًا، فآجي من هنا على administration settings هالاقي عندي حاجة هنا اسمها theme edit شكل الtheme نفسه أو شكل الPDF بتاعي، فهالاقي عندي في الPDF كذا template يعني الworkout فيه شكلين ممكن أشتغل على شكل من الاتنين diet plan نفس الكلام، fitness نفس الكلام، mobility وهكذا. فأنا مثلًا عايز أعدّل الdiet plan الحاجات دي كلّها بتتعدّل يعني تعتبر مرّة واحدة وبتبقى ثابتة بقى في أي تمرينة أنتم عملتوها بعد كده، طبعًا بنقدر نغيّرها في أي وقت في أي لحظة عادي. فأنا عندي أي PDF أو أي تصميم عبارة عن أول صفحة خالص أفضل أتحكّم فيها، وآخر صفحة خالص والصفحات بقى اللي في النُص أبتدي أتحكّم فيها. فآدي أول صفحة first screen فييجي يقول لي لأ شيل لي الصورة دي، حُط لي صورة تانية مثلًا ارفعها من عندك من على اللاب، غيّر لي بقى الكلام ده كلّه، شيل لي الكلام ده، اكتب حاجة تانية اللي أنت عايزه براحتكم. حلو، غيّر لي لون الخلفية، كل دي اللي إحنا بنغيّره عملية تصميمية على حسب ما يناسبك أنت كcoach أو كدكتور على حسب الdesign نفسه، حلو، بمجرد ما أنا عدّلت في أول صفحة باعمل save نفس الكلام آخر صفحة بالضبط، مش عايز الصورة دي حُط لي صورة تانية، لأ ده أنا عندي logo بتاعي حُطّه لي في نُص الصفحة وخلّي الخلفية مثلًا سودا، حاجة simple بسيطة، أو الtypography دي بقى الصفحات اللي في النُص، عايز أحُط صورة خلفية ورا الكلام في الصفحات اللي في النُص، طبق سلطة مثلًا أو هكذا، ممكن أحُط اسمي مثلًا coach أندرو إن هي تبقى محطوطة بالعرض ورا أي كلام بيبقى مكتوب، تبقى زي مثلًا مذكرات كده زمان وعلامة مائية ورا. أو ممكن أغيّر لون الكلام جوّه، مثلًا بدل ما كان مكتوب بيض مسلوق 160 جرام وهكذا باللون الأسود، لأ هاخلّيها بلون تاني وهكذا.